النهارده انا جبت العيد. انا بعشق حاجه اسمها تربيه الجمبري في الاحواض المزروعه، ليه ادوار خدميه وبيشيل عنك بلاوي انت ما تعرفهاش. هعلمك بقى ازاي تعرف تنزله. الجمبري هتجيبه تنزله بميته في جردر زي ده كده بالظبط، وتجيب خرطوم رفيع وتسحب ميه من الحوض اللي انت هتنزل فيه للمكان اللي انت حاطط فيه الجمبري، وهتنزل الميه بالتنقيط واحده واحده. الموضوع ده بياخد له بتاع حوالي نص ساعه، ومن وقت للتاني تقيس التي دي اس وتشوف اخباره ايه لحد ما يقرب من بعضه. تقريبا كده بالويم الوقت عدى والجردل قرب يتملى، والتي دي اس فعلا قرب من بعضه جامد. كده انت جاهز ان انت تنزل الجمبري في الحوض على طول. هتشيل بقى وكده انت جهزت الجمبري بتاعك للتنزيل عشان ما يحصلش فوائد والجمبري يموت منك. والحمد لله عندنا ضحيه واحده، قدر ولطف ما علينا، احسن من كله. انا بحب افصل الجمبري في الوايلد، الفواتح في حته والغوامق في حته. هنزل الفواتح في الحوض بتاع اطلانتس 07، ويبتدي يقوم بدوره بقى بتنظيف الزرع وترويق على الحوض، ويعمل لك شويه شغل خدمي تشوف من وراه الزرع بيلمع بيبرق حرفيا. هو بيشوف شغله كويس قوي مع الزرع. وده الزرع اللي احنا جايبينه في الرساله الاخيره بعد ما اتاقلم التشايا والفلامينجو الحمد لله. ونروح للحوض التاني اسجارد 01، ونبتدي ننزل بقيه الجمبري، وده هيبقى هنا فيه الغوامق. وعايز اقول لكم هو حرفيا اول ما نزل على الزرع عدل، شاف شغله على طول ما بيهزرش. والحمد لله ربنا كرم في الحوض دوت، والزرع اللي لسه جايبينه جديد برضو اتاقلم وعمل نموات جديده.